بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. وبعد، المشاهدين الكرام، زي ما وعدتكم هذه الكاميرا المباركة أن تنقلكم إلى حيث الرقي والتطور، الدين والعبادة. نحن وإنتم الليلة في هذه الحلقة الطيبة المباركة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كريم المشاهدين دي أول حاجة دايرين إنك تحييهم، بعدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مسجدنا العامر بأمر الله تعالى. شيخ طه الهادي، إن شاء الله ربنا يجمع عليك خير الدنيا ونعم الآخرة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. حي ليك. مرحب بالسادة المشاهدين جميعا داخل وخارج السودان. مرحب بكم في داركم العامرة، مسيد وخلاوي الشيخ عبد الجبار المبارك الحفياني. دكتورة هدى عبد الجبار المبارك، أول حاجة استشارية وما شاء الله تبارك الله، يعني خريجة زي ما بيقولوا اختبارات طبية، وفي نفس الوقت ما شاء الله تبارك الله بحث اجتماعية. يا أخي إن شاء الله ربنا يجمع عليك خير الدنيا ونعم الآخرة. اللهم نحن في حرب الكرامة. نعم. نحن مشاكلنا كثيرة، نحن دخلت جوانا الضغائن، نحن عندنا مشاكل اقتصادية. انتوا في المسيد في هذه البقعة الدينية ذات التاريخ الأصيل، دارين تقدموا لنا شنو؟ منشأة اجتماعية دينية حاحاول أزيل آثار الحرب بما يستطيع الدين عامة والتصوف خاصة إزالته. فأنا إذا عايزة أزيل حازيل على مستوى العقل، النفس، الروح. الروح هي الجندي الحيزيل، هي الماء الصابون الحيزيل الأثر. فأنا حيكون عندي حديث أخاطب به العقل عشان أزيل منه آثار الحرب، وحديث أخاطب به النفس عشان أزيل منه آثار الحرب. طيب كويس، انت هسه دايره تخاطب لي النفس وتخاطب لي الروح وتخاطب لي، يا اخي عليك الله كلامك الكبار ده. انا كمجتمع، المشاهدين ديل اول حاجه ناس مثقفين وناس فاهمين وناس متضررين. انا داير كمسلم لما اجي داخل المسجد ده بستفيد شنو من المسجد ده؟ أول حاجة المسجد ممكن يبقى المنشأة التي حيتلم فيها البني آدم المتضرر نفسيا اقتصاديا اجتماعيا من الحرب. فإذا مثلا ناس المخدرات، المدمنين على المخدرات، إذا جو المسيد والجهات الطبية عملت على موضوع سحب أثر المخدر منه وهو في المسيد، فأنا بضمن له حتة التعافي بدون وصمة اجتماعية، ويطلع من المسيد بفخر إنه متعلم حاجة. يعني خلق معقول يا متعلم. دكتورة ما شاء الله تبارك الله ممكن المسيد يكون لي مصحة؟ نعم ممكن. نعم المسيد ممكن يكون مصحة؟ نعم نعم. يا شيخ طه الهادي، مرحب بك. وعليكم السلام. الدكتورة دي قالت كلام شوية كبير. هل المسيد عنده المقدرة إنه يكون لي فعلا بيعالج الآثار السالبة الناتجة عن تعاطي المخدرات عن المدمنين؟ ممكن؟ طيب، أنا وإنت والدكتور نرجع كلنا للقرآن. نعم. ربنا عز وجل في القرآن يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. الذكر بد من المسيد. نعم. بعد ذاك أنواع كثيرة في القرآن، في صلوات، في ذكر بالنوبة، في ذكر بالطار. خلاصة الكلام ده كله ربنا عز وجل في القرآن يقول: اذكروني أذكركم واذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. خلاصة الذكر الداخل المسيد ده الزبدة بتاعته ربنا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب كويس، هل المريدين بيقدروا على الزول اللي عنده انسحاب او الزول المدمن ده او الزول اللي عنده مشاكل خلته يمشي يبقى مدمن، هل المريدين ديل بيقدروا يساعدوكم انتوا في الضبط؟ وإن الزول ده ما عنده اعراض انسحابيه، والزول ده والزول ده والزول ده، انتوا كجهات دينيه ما شاء الله عندكم ارث ثقافي قديم، بتقدروا على المساله دي؟ بلغتنا السودانية بيقول: من عاشر قوما 40 يوما. هكذا. والله يا دكتورة يعني الزول ده جاب لي كلام كبار جدا. طيب أنا قبل ما أمشي لك لمسألة المرأة في يعني المرأة في المسيد أو دوركم أنتوا للمرأة، هل أنتوا في المسيد
كإدارة بتقدروا إنه تقدموا للمجتمع حاجة تنفعه؟ يعني مثلا كمثال في المخدرات، تاني في شنو مثلا؟ يعني مثلا بنقدر نقدم للمجتمع في الأكل والشرب والإيواء. أنا كشاب سوداني إذا المسيد ضمن لي مأوى أنوم فيه وأكل وشراب، فبيبقى خدمتي للمجتمع الآن بعد الحرب نظافة المدن، التطوع يعني عامة. يعني تقدروا تشاركوا في الحملات التطوعية. نعم. كويس خالص. طيب لو مثلا عندنا ورش دايرين ورش ثقافية مثلا زي حمى الضنك، زي مثلا اي يعني مثلا كمثال يعني اوبئه كحاجات زي دي، احنا بعد الحرب لنا مشاكل كثير، انتوا كمسيد بتقدموا لي شنو انا كمواطن؟ يعني انا مثلا كمسيد الشيخ عبد الجبار عندي قاعه دي ممكن تكون محل تدريب الكوادر الطبيه على التعامل مع حمى الضنك، كيف نقدر ندرب الكوادر الطبيه في المنشاه دي. فممكن القاعه المصغره دي انا اقدمها كحته يتدرب فيها الكادر الطبي على مكافحه حمى الضنك. شيخ طه الهادي، مرحبا، ان شاء الله ربنا يجمع عليكم خير الدنيا ونعم الاخره ويقدركم، الموضوع ده كبير جدا. طيب هل انتوا يعني كونه المسيد يقدم وجبتين في اليوم، الموضوع ده يعني اقتصاديا مرهق جدا، انتوا من الله وعلى الله. نعم. وان شاء الله ربنا يقدركم ويوفقكم. هل المسيد عنده فكره انه يتطور نفسه اقتصاديا، يعمل مصادر دخل مثلا؟ الطالب نحن اصلا اول ما يجينا ما بنهممه باكل وشراب. الله اكبر الله اكبر. لانه عارفين وفي السماء رزقكم وما توعدون. تمام. الطالب لما يجي داخل طالب العلم ما جاي جعان من اهله. جاي طالب ماده معينه. داير تعليم وتربيه. نعم. فلما انا صاحب المسيد اشيل هم انه الاكل بيجي من وين وكل يوم وهكذا، بخليه يشتغل بالاكل اكثر من الذكر. نعم. بعيشه مع ربنا انه الاكل حيجيبه ربنا ان شاء الله، وانه الرزق حيجيبه ربنا وفي ايد ربنا ان شاء الله. بعيشه في الجوده عشان اقدر اطلع منه روح طيبه. نعم. نفس طيب. نعم. اذا دخل المجتمع يعني حتى الخريجين بتاعيننا الان بيمشوا وين؟ بيكونوا غاده. أي المسجد الفلاني امامه خريج مسجد الشيخ عبد الجبار المبارك. نعم. من اللي بيصلي بكم بالتهجد ده؟ والله يا اخي ده تلميذ ما شاء الله درس. يعني نحن هنا الكوادر بتاعيننا بنخليهم يكونوا غاده للمجتمع. ان شاء الله. الناس الخلوه دي مختصرين انه زول بعد ما يطلع منها حيكون فقير. نعم. نحن عندنا فهم غير ده. نعم. فهمنا انه الزول ده يكون غائب اجتماعي، باحث اجتماعي، باحث تربوي، اكثر من انه يكون فقير. زيارات مريديني هي اللي بتساهم في موضوع الاكل والشراب. بتساهم يعني التعاون أيوة. كويس. مريدي المسيد أيوة. بيحبوا يساعدوا شيخ مسيد في انه يخدم المجتمع. تمام. فالزيارات اللي بتقدم للشيخ هدفها انا بتصدق بديك صدقتي انا. أيوة. كمريد. أيوة. دي صدقتي. شوف ليت مش وين. تمام كويس. طيب هل المسيد ذاته كده عنده فكره انه يطور نفسه اقتصاديا؟ نعم. ده اللي احنا دايرينه، اللي هي المدارس اصلا فكره الشيخ عبد الجبار المبارك في انها تخدم المسيد كمورد اقتصادي. تمام. عندنا الدكاكين اللي قدام دي برضه كمورد اقتصادي تجهيزي. تمام.
يا أستاذة أن إحنا كمان والسؤال ده بالذات داير أوجهه لك أنت، ما داير أوجهه لشيخ طه. نحن في المجتمع عندنا مسألة العنصرية. نعم. ما انت بتعرف اختي وانا ما بعرف اختي. نعم. دي احنا دايرين نعالجها، لانه يا شيخ طه احنا لو ما استفدنا من الحرب دي يبقى معناتها بجد احنا ما يكون عندنا عقول. كده وريني انتوا فهمكم في المسيد شنو؟ أنا بالنسبة لي للعنصرية كتعامل إنما المؤمنون إخوة أو المسلم أخو المسلم، دي ما فيها مشكلة. بالنسبة للتصاهر الاجتماعي أنا حأمشي لخذ العفو وأمر بالعرف. أنا كقبيلة عرفي وين؟ كقبيلة سائدة تماما، أين عرفي؟ لكن عندي فيما يخص الزواج من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فأنا بخلي موضوع التزاوج والانصهار بين القبائل ده تبع دين ولي أمر العروس تماما أو العريس. شيخ طه، نحن عندنا رجل معادي صحابي جليل أحد العشر المبشرين بالجنة اسمه سيدنا عبد الرحمن بن عوف. الراجل ده أخته عمرها 17 سنة، شاله ودفع معاه قروش لسيدنا بلال مؤذن رسول الله، زوجها لسيدنا بلال. لما سيدنا بلال ذاته خجل وخاف وقال له، وكانت زيجة مبالغ فيها وكانت. انتوا كنتوا في المسيد، المسألة دي عندكم دور في انكم تقدروا المجتمع ده او الناس اللي بيجوكم ديل بعدين تقدروا تعملوا زيجات اجتماعية، زيجات جماعية، او الموضوع ده تقدروا تعالجوا فيه. في الآونة الماضية كان عملنا زواج جماعي وحضروا الرئيس السابق عمر البشير. زوجنا 90 طالب، فيهم التامة، فيهم البرقو، فيهم الحمر، فيهم الجعليين. الزواج ده الثمرة بتاعته الخريجين دول كلهم حفظة تاج راسهم القرآن. أجاب الرئيس لنا شنو؟ ما قال ديل عشان تاموا وديل برقو وديل جعلين وديل ولا الشمال، لا، دمجنا كلنا مع بعض، نزعنا حتة الغبلية. فرحتهم كانت واحدة، يوم كان واحد، الشيء بيغودهم كلهم القرآن. ثقافتكم فهمكم ده في انه الموضوع ده ممكن يمشي لقدام والمسيد ممكن يطور فيه. نعم، المسيد ممكن. موضوع الغبلية، هل المسيد بيقدر عنده طرح قوي في المجتمع؟ ان احنا الليله بنعاني من مصيبه زي دي، بنعاني من مشكله زي دي، ما هي الحرب دي ما قامت ساكت، والحرب دي اذا ما كان اثارها يعني انتهت ما كان احنا ناقشنا مواضيع زي دي. يلا ان احنا دايرين لكم انتوا كناس عندكم ثقافه قديمه، ارث قديم، كناس ما شاء الله ربنا اكرمكم بثمار دينيه ما هينه، دوركم شنو؟ هتقدروا تقدموا شنو؟ كلام الشيخ ده كلام ما هين. الشيخ طه الهادي ده قال كلام ما هين، قال احنا عندنا 90 زيجه حصل فيها من قبائل مختلفه، حصل كريتي ورينا لقدام وجهه نظركم شنو؟ أنا كمسيد أغلب منشآتي كمسيد هي عبارة عن منشآت يا إما الطالع منها تلميذ يا موظف يخدم التصوف. فإذا كان الموظف صاحب الإمكانيات أيا كان قبيلته هو صاحب الإمكانيات، فحيكون مدير المركز، مدير القاعة، رئيس القسم، أيا كانت سحنته قبيلته أي حاجة، بما إنه وسعه الصوفي الديني العلمي بيأهله لأنه يبقى هو القائد الليدر في المنشأة، يبقى نصه 5. تمام كويس. يلا خريجكم ده انا داير اشوف حتشبعوا لي بشنو عشان يجي للمجتمع برا يشارك اول حاجه في الحملات، يشارك في العمل التطوعي، هو ذاته يكون زول مطبق للايه الكريمه، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي لكي لا اقتلك اني اخاف الله رب العالمين، وما تنطبق عليه الايه فطوعت له نفسه قتل اخيه. شيخ طه، الدين الإسلامي دين سماحة. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ترك لنا 3 أسس جميلة سمحة. الأساس الأول بيقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الأساس الثاني خذ العفو وأمر بالعرف واعرض
عن الجاهلين. الأساس الثالث اللي هو قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. من منطلق الأسس دي بنقدر نبني لنا أبناء قدامنا يعافوا المجتمع من زلاته السبقت. مثال قريب الدعامة دي لما جو داخلين المسيد عندنا لقوا ولاد الرزيقات فيه أو ولاد الحمر فيه طوال نزلوا سلاحهم. سبحان الله. مفتكرين انه الخلوه دي فيها اولاد جعالين اولاد شوايقه اولاد بطاحين. لما جو بيتات شراتهم لقوا اولادهم ذاتهم جوا بني كبدتهم جوا قالوا يا جماعه نحن نتعاون معاكم. بشنو؟ قالوا دي لاولادنا انتم ما عندكم خيار وفقوس. الله اكبر. بلغتنا السودانيه. الله اكبر الله اكبر. لقوا اولادهم انت من وين؟ والله انا من تولس. انت من وين؟ انا من مدافوق. انت من وين؟ انا والله من ابو قمري. انت من وين؟ انا من كتيله. انت من وين؟ انا والله من زالنجي. انت من وين؟ انا من الشماليه. جامعاهم هذه البؤره الطيبه عشان تخرج منهم غاده. فعشان تقدر تخرج لك غاده معافيين من وحال الحرب التي مرت على السودان دي في الفتره الجايه دي دارين اجتهاد ثم اجتهاد. الشوق للمدينه وزيدا فيها الخير رحلة مزيدة. الشوق للمدينة وسيدة فيها الخير رحلة مزيدة. خالق الرجل واليدة حبك نفسه هذه بليدة. الشوق للمدينة وسيدة بالتقى وحليدا صفي مان ومن تقليدا. الشوق للمدينة وسيدة فيها الخير رحل مسيدة. سنيت بب على مسيدة ألف ذي قبال مسيدة. الشوق للمدينة وسيدة خيرات ما كسيدة. خاتم الأنبياء وسيدة. الشوق للمدينة وسيدة فيها الخير رحل مسيدة. في مدح الرسول يا بالي في مدح الرسول يا بالي أمدح النضال الأدبالي. الليل يا ليلى حبه كم قتل قبالي. حبه كم قتل قبالي. كنز الأمة راحت بالي. الشوق للمدينة وسيدة فيها الخير رحلة مسيدة. في مدح الرسول يا بالي أمدح لمي قتل أدبالي. الليل يا ليلى حبه كم قتل قبالي. حبه كم قتل قبالي. كنز الأمة راحت بالي. الشوق للمدينة وسيدة فيها الخير رحلة مسيدة. يوم ميلادها كسماني الدين الغويم شيالي. الليل يا ليلى ظل السوء ما تبالي. ظل السوء ما تبالي. شيخي ده قبل الفاصل خدتنا في حته شويه سمحه وده اللي احنا دايرينه. يتكلم لي عن مساله انه الدعامه لما جو داخلين لقوا كل الاجناس ولقوا اولياداتهم ذاتهم، وده كان نموذج حي بيوضح انه فعلا المسيد هو حل للمشكله الاجتماعيه. اسف للحته دي ما مفروض احنا نناقشها هنا، لكن هل المسيد عنده مقدره يقدم خدمات للمغتصبه؟ بالنسبة للفتاة المغتصبة أنا بقول لها من هنا كونك اغتصبتي دي ما مشكلتك خالص،
ولا المجتمع مفروض يحاسبك عليها ولا الشرع حيحاسبك عليها. فلازم تكوني متأكدة إنه ما في سب عليك في الموضوع ده، فحتعيشي على إنك مورسة عليكي ظلم. دكتورة ربنا يجمع لك خير الدنيا ونعم الآخرة، انتوا حتقدموا لها شنو؟ انتوا كمسير حتقدموا لها شنو؟ هي بالنسبة ليها في الحتة دي بتكون دائما حاسة إنه دي جريرتها هي. وانس هي حست إنه دي ما جريرتها، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني هسه انتوا أول علاج حتقدموا لها إنه أنت يا زول ما عندك وزن. لا ما عندك وزن. حلو، واحد نعم. اثنين ها. نعم. النقطة الثانية لازم أنا أغسل نفسها بذكر الله زي ما قال شيخ طه. فهي لازم يطمئن قلبها لأنها ما عندها مشكلة الآن، ما عندك مشكلة. بما إنه الموضوع ده الغشاء ده يتفضى، ما يتفضى قصاده علاقتك بربك، ما تفضل قاعدة علاقتك بربك قاعدة والله تواب رحيم. شيخ طه مرحبا. انت رايك شنو؟ جاتكم كمية من المغتصبات أو جوكم 3 4 مغتصبات جو قعدوا في المسجد، انتوا بتقدموا لهم شنو؟ اولا ده دور التوعيه الاجتماعيه. زي ما المحاربين اول ما يجوا من منطقه الحرب ما بتجيبوا مهلهم طوالي، بينزلوهم في السلاح الطبي في عنابر معينه، بيدرسوهم وبقلل لهم من الشحنات الكهربائيه التي كانوا بها في ارض المعركه. نعم. بيقعدوا لهم الكلام الطيب بدون جرعات نفسيه. يعني انت هسه لو جوكم كميه من الناس المورست عليهم زي ما بيقولوا افعال سيئه، انت اول حاجه حتعملوها لهم الغاء فاتحه، في دروس علميه، كويس في دروس تربويه، كويس بتبعدهم لانه دي تسمى المغصوبه. تمام دي تسمى المغصوبه. تمام 100%. كويس. طيب يا شيخ طه ان شاء الله ربنا يكرمكم ويوفقكم يا رب العالمين. ده مجهود كبير جدا، احنا دايرين يعني بطريقه بسيطه كده تدينا وجهه نظركم لقدام، ناويين تعملوا شنو؟ خطتكم لقدام تعملوا شنو؟ اول حاجه في القران وده الاساس، بعد ذاك في العلوم الشرعيه، بعد ذاك في العلوم الاقتصاديه او الماديه. نغلتنا في هذا الامر زمان الطالب لما يجيبوا الخلوه زي مصدر العقاب له، بيقول لك ما نجحت بوديك الخلوه. عايزين نشيل الفكره السيئه دي، لانه طالبنا الان، نحن الان بتحدث معاك عندنا مجموعه من الطلاب حفظت القرآن في الأزهر الشريف. طالبنا ده أول ما يحفظ القرآن بنوديه جامعة القرآن، نقعده قدام العلماء والحفظة يمتحنوه، بتطلع له شهادة من جامعة القرآن الكريم تمام مختومة بكالوريوس في حفظ وتجويد القرآن. تمام. الشهادة دي بتمشي وزارة الخارجية توثق، بعد ذاك بنقدم بها للأزهر الشريف. ما حتمشي الأزهر الشريف عشان تبقى فقيه. في السنين الماضية الأزهر الشريف كان ما بخرج إلا مجال إسلامي. في الآونة الأخيرة دي فتحت جميع الكليات فيه. بتجي أنت كطالب في جامعة الأزهر الشريف، الأولية عندهم بيدرسوك 4 مواد: إنجليزي، رياضيات، فيزياء، كيمياء. نجحت تماما، بعد ذاك بتمشي الكلية اللي أنت دايرة، صيدلة، علوم إدارية. والسمة الجميلة في الأزهر الشريف برقي الطالب. زمان الطالب قاعد في الخلوة حزين إنه بعد ذاك حيبقى ولد خالته دكتور وهو حيبقى فقيه. نحن هسه الآن الناس بتتوافد علينا لشنو؟ لأنه نقلنا فكرة فقيه دي، لأنه الآن أنا بتحدث معاك وعندنا حفظة قرآن صيادلة في القضارف. بتكلم معاك الآن عندنا قريب 14 صيدلي في كسلة، قريب 22 دكتور في بورسودان. حفظة أول الآذان ما أذن بيقفل الصيدلية طوال يمشي على الجامع. أنا كمواطن بسيط جدا، عندي أختي اغتصبوها، عندي بنتي اغتصبوها، عندي خالتي حصلت لها مشاكل، عندي فاقد تربوي. أنا ما ليه أنتم في مسجدكم ده، وده كنموذج إنه ليه المسجد ما يعمل جزء كامل أو جزء كبير يأهل هذه المرأة اللي جار عليها أو جارت عليها الظروف؟ عادة في عرف المساجد وفي دستور التصوف المسيد البرة ده حق الذكور. مكان المرأة الصوفية في المساجد بيت
بنت هنا اللي هي الغوم. تمام. ايوه الفقراء. فبما انه نحن الان في الحرب وبيتنا مدمر تماما، فالان خطوه انه البنات يكونن معانا مرجوءه لحد ما يا اما نبني او الحل السريع نشوف ليهن بيت بيقدر يقويهن. نشوف بيت دي حتحتاج بعد كده مين اللي بيحرس مين اللي ما بيحرس، امينه ولا ما امينه، صليحه ولا ما صليحه. فدي خطوه يعني احنا نتوقع من قدام انه مسيد ابونا الشيخ عبد الجبار المبارك طيب الله ثراه غفر الله له ان شاء الله ربنا يصلح ذريته، انه عندهم ان شاء الله اذا ربنا امد في الاجال وعشنا لقدام يعني اهتمام زايد للمراه. اللي بيدعمكم انتم نفسيا منه؟ الداعم الاساسي نفسيا لنا نحن القران الكريم. يا سلام. محبه الرسول صلى الله عليه وسلم. الذكر تسبيحا. الله اكبر الله اكبر. شيخ طه ربنا يجمع لك خير الدنيا ونعم الاخره. الداعم النفسي لك الاساسي ذكر الله. ان شاء الله ربنا يوفقكم بتوفيقه على ذكر الله تطمئن القلوب.